طبعا انت عارف يا صديقي ان العضله عباره عن ايه؟ عباره عن الياف. الالياف دي بقى صديقي ليها انواع، 3 انواع يا صديقي. خلينا نقول عليهم مثلا تايب 1 يعني الالياف الحمراء، وممكن برضو نقول سلو تويتش او الياف يعني بطيئه. النوع الثاني اسمه تايب 2 بي او الالياف السريعه، او ممكن نقول عليها برضو الالياف البيضاء فاست تويتش. الليفه بقى اللي في النص، في ليفه كده في نصهم اسمها تايب 2 اي او انترميديت تويتش، سرعتها وسط، ليها خصائص من السلو تويتش ومن الفاست تويتش او تايب 1 وتايب 2. طيب يعني ايه بقى الياف بطيئه والياف سريعه والياف وسط؟ كل شخص فينا صديقي ربنا خلقه عنده تقسيمه كده معينه خاصه بيه وخاصه بجيناته من الالياف العضليه. في ناس عندها الياف حمراء اكتر من النوعين التانيين، في ناس عندها الياف بيضاء اكتر من النوعين التانيين. هو كلنا عندنا ال3 انواع، يعني محدش عنده مثلا تايب 1 بس، لا كلنا عندنا كل ال3 انواع الالياف، وربنا خلقنا بيهم علشان حاجات كتير هنفهمها في الكلام واحنا جايين، يعني احنا جايين اهو. اول مثال معانا الشخص اللي عنده الياف حمراء كتير، يعني اكتر من الاثنين التانيين، او الياف من تايب 1 او الياف بطيئه. تخدم الشخص ده في ايه؟ انه يتحمل مجهود لفتره اطول، زي ما احنا قلنا ان هي بطيئه فهي بتتطور من التمرين البطيء. معنى بطيء يعني الوقت اطول، يجري بقى لفترات طويله، يتمرن بتكرارات عاليه او بتمبو ابطا. المهم التايم بتاع التمرين يبقى بطيء، يعني يبقى طويل. شخص بتاع تحمل مجهود لفترات اطول، لو هو مثلا بيسعى علشان يعمل عضلات، فاللي هيطوره فعلا التكرارات العاليه، يعني من 8 ل 12 مش قاعده ثابته ولا حاجه. ممكن شخص يبقى عنده الياف حمراء كتير فده هيحتاج تكرارات كتير. فكل نوع الياف يا صديقي ليه اسلوب تمرين معين، والكلام ده نطبقه في اي رياضه، مش بس البادي بيلدرز او الناس اللي عايزه تعمل عضلات. مثلا لو انت الجامب بتاعك سريع او بتعمل مجهود انفجاري بشكل كويس، زي عداء 100 متر مثلا اللي بيعملوا سبرنت قوي عشان يجروا 100 متر باقصى سرعه، ده معناه ان انت عندك الياف سريعه اللي هي تايب 2 بي. فعشان تبقى رياضي بجد بقى صديقي لازم تخدم كل انواع الالياف اللي ربنا خلقك بيها، مش تركز على نوع واحد وتتمرن باسلوب يخدمه. يعني ايه الكلام ده يا عم زين؟ يعني ما ينفعش البروجرام ديزاين التدريبي بتاعك يبقى طول السنه 12 عده او 10 عدات او 8 عدات. ما ينفعش يعني تعلق على حاجه واحده لفتره زمنيه طويله. ومع الوقت يا صديقي والمتابعه اللي انت بتتابعها لنفسك وبتشوف انهي اسلوب تمرين اتمرنته وطورك فعلا، هتتك بقى على الاسلوب ده وهتعرف نوع الالياف العضليه اللي ليها دور اكبر في جسمك. تعالى بقى صديقي نتعمق شويه في الالياف العضليه ونعرف ليه الالياف الحمراء او تايب 1 او الالياف البطيئه فليه هي بطيئه، وليه السريعه ليه سريعه، وليه الوسط ليه وسط. نبدا بتايب 1 او الالياف الحمراء او السلو تويتش، اللي اتسمت في بعض المراجع العربيه انها الياف حمراء. ده يرجع للصبغه الحمراء اللي فيها بسبب ان فيها مايجلوبين، والمايجلوبين يا صديقي مرتبط دايما مع الاكسجين، بمعنى ان الالياف دي من الاخر بتخزن اكسجين بشكل كويس. طيب ده هيفيدك في ايه؟ ده هيفيد في التحمل لفتره زمنيه اطول، تحمل المجهود. الالياف الحمراء صديقي الياف ذكيه، تحس عندها اقتصاد في الجهد كده، لانها بتحافظ على نسبه الاكسجين اللي فيها لفتره اطول من باقي الالياف. حتى كثافه الميتوكوندريا في الالياف دي كبيره، والميتوكوندريا دي يا صديقي هي بيوت انتاج الطاقه في العضلات. وعشان الطاقه دي تطلع صديقي لازم يبقى في انزيمات، والانزيمات جوه عضلاتك طبعا في انزيمات هوائيه في انزيمات لا هوائيه. اهو الالياف الحمراء دي بقى صديقي جوه العمليات الكيميائيه اللي بتحصل فيها انزيمات هوائيه كتير. وقصه هوائيه ولا هوائيه دي يعني هشرحها لك في حلقه لوحدها لانها موضوع كبير، لان في تمارين هوائيه وفي تمارين لا هوائيه، في تمارين بتحتاج الاكسجين مستمر وفي تمارين يعني هقول لك في الحلقات الجايه، بس انت ما تنساش الحاجات اللي بتعملوها، اللايك والسبسكرايب، يعني روق عليا كده. لو تفتكر معايا كده صديقي، يعني لو انت متابعني، يعني لما اتكلمنا عن عضلة القلب هتلاقي الحلقة بعنوان اهم عضلة في جسم الانسان. قلنا وقتها ان المسؤول عن تبادل الغازات الاكسجين واخراج ثاني اكسيد الكربون والكلام ده هي الشعيرات الدموية اللي في الرئتين، وان هي بتزداد كثافتها من تمارين الكارديو. اهي الالياف الحمراء بقى يا صديقي فيها شعيرات دموية كتير، وده اللي بيخليها على طول سريعة في استقبال الاكسجين وتخزينه وهكذا. في ابحاث كتير اتعملت عن الالياف الحمراء دي او السلو تويتش او التايب 1
فلقوا ان في اللور بادي او الرجلين كلها مليانه سلو تويتش او تايب 1 او الالياف الحمراء البطيئه دي. ولما تيجي تحسبها بالعقل يا صديقي هتلاقي ان عضلات الرجلين دي يعني شايلانا طول اليوم يعني، فاكيد ربنا مميز فيها حاجه عشان تستحمل المجهود ده، خصوصا عضله الكالفز او عضله السمانه ان فيها الياف حمراء كتير. ما هي لو الرجلين ما فيهاش الياف حمراء كتير ما كانتش هتقدر توقفك كتير في طوابير وفي حاجات المشي وطلوع السلالم وحاجات كتير، بنستخدم رجلنا في حاجات كتير يعني. تخيل كده الصديق ورجليك ما فيهاش تايب 1 او ما فيهاش الياف حمراء يعني مش هتقدر تقف، يعني مش هتقدر تقف كتير، هيبقى بالنسبه لك الوقوف مجهود انفجاري. وزي ما ذكرنا يا صديقي ان الالياف الحمراء دي الياف بطيئه، عشان تطورها محتاجه تايم اندر تنشن اطول. فتفتكر كده يا صديقي عضله زي عضله الكالفز او اللي هي السمانه، تفتكر هيحوق فيها من 8 ل 12 عده؟ يعني انت شايف الكلام ده منطقي يعني؟ فعشان كده لكل قاعده شواذ، ما ينفعش ان احنا نعمم اي حاجه بنسمعها سواء كان نظام تدريبي نظام غذائي، ما ينفعش، كل واحد وليه سبيشال نيدز، فما ينفعش. فلو انت بتتمرن رجلين بقالك كتير ورجليك ما بتتطورش خصوصا عضله الكالفز دي، جرب كده صديقي العب 15 عده في كل مجموعه، جرب 20 عده. كل ما العدات زادت كل ما بنقلل وزن، انا ما بقولكش العب بنفس الوزن عدات عاليه، فانت كده كده هتقلل وزن، اوكي ده ما فيهوش اي مشكله يعني. طالما التارجت بتاعك هاي ريبيتيشن، ان انت بتارجت الياف من نوع معين انت عارفه، الياف حمراء الياف بطيئه محتاجه وقت اطول، فاتس اوكي. وخلي بالك برضو صديقي مش بس العدات هي اللي بتفرق في الموضوع ده، ما هو في حاجه برضو اسمها التايم اندر تنشن، انت بتتمرن المجموعه في قد ايه وقت. انا دلوقتي بتمرن باي اهي، عضله الباي اهي شغاله، لو انا بتمرن باي كده بالتيمبو ده، التيمبو يعني سرعه الايقاع، التيمبو ده يعتبر يعني بطيء شويه، ممكن برضو اتمرن كده مش غلط برضو، بس انا ممكن اعمل 8 عدات كده في قد ايه و8 عدات كده في قد ايه. ده بقى فكره التايم اندر تنشن، انت ممكن تلعب 8 عدات عادي بس تقلل التيمبو بتاعهم، يعني عداتك تبقى بطيئه عشان تارجت بقى الالياف البطيئه من غير ما تزود عدات. ده صح ده صح. انت ممكن اصلا تتمرن عده واحده عادي، ما هو في حاجه اسمها ايزومتريك يا جماعه، ما هو ده تمرين دارج يعني موجود برضه عادي. الفكره بس التايم اندر تنشن قد ايه، وده مناسب لمين وده مناسب لمين وده مناسب لمين. واحد عنده اصابات، واحد هدفه قوه عضليه، واحد عايزين نعمل له تكيف عصبي، على حسب يعني. عموما كلهم صح ومش هيضروك، تقدر تجربهم كلهم. النوع التاني صديقي اللي هي الياف التايب 2 بي او ما تعرف بالالياف البيضاء في بعض المراجع برضو العربيه، ده بسبب ان هي على عكس الالياف الحمراء او التايب 1 ما فيهاش مايجلوبين كتير، وزي ما اتفقنا ان الليفه دي سريعه، فبالتالي هتحتاج تمرنها بسرعه، هتخدمك لو انت بتعمل اي مجهود انفجاري. ومن اكتر اللعيبه اللي بتحتاج تطور الالياف دي هم لعيبه الباور ليفتنج او السناتش والحاجات اللي فيها مجهود انفجاري، اللي هي مثلا بتعمل حاجه بسرعه في ثواني وبس، هي دي الرياضه بتاعتها. اهم بقى خصائص الليفه البيضه دي او الليفه السريعه قوي دي هي سرعه وصول الاشارات العصبيه اسرع من التايب 1. فسبحان الله ربنا خلقنا بثلاث انواع الياف، بس سبحان الله ما فيش ليفه بتمتاز عن الاخرى، يعني كلهم ليهم وظائف. يعني موضوع سرعه الاشارات العصبيه ده بيخلي الليفه دي سريعه فعلا، مسؤوله عن ردود الفعل كلها. لو انت مثلا بتلعب ملاكمه هتحتاج ان انت تمرن الجزء ده قوي، هتتك على نوع القوه ده قوي، هتفرق معاك جدا. ده غير ان زي ما في انزيمات هوائيه في تايب 1 او الالياف الحمراء، في الالياف البيضاء او تايب 2 انزيمات لا هوائيه، مش بتحتاج اكسجين يا مان، يعني بتشتغل معاك من غير اكسجين عادي. دي برضو مميزات. طيب عشان تعرف بقى انت مميز في ايه او عندك الياف اكتر من انه نوع، ففي اختبارات بتعملها الانديه للعيبه قبل ما تمضيهم في اي رياضه بقى. انت عندك مثلا الماراثون، تفتكر هتحتاج انهي الياف اكتر؟ هتحتاج مثلا الالياف الحمراء عشان الماراثون ده انت بتمشي يا باشا بالساعات، بتجري بالساعات، فمحتاج مجهود لفتره اطول، مش عايز مجهود انفجاري، مش عايز الياف بيضاء ولا حاجه. عندك عداء ال100 متر زي يوسين بولت كده، هتحتاج الالياف البيضاء او الياف تايب 2 بي. الاختبارات دي بقى لو انت عايز تعملها علشان تعرف انت مميز في ايه، فعندك الوول سيت، هتثبت كده على الحيطه يا باشا، هتشوف انت هتسندل قد ايه وقت عشان تعرف اخبار الالياف الحمراء عندك ايه، هل عندك الياف حمراء كتير ولا قليله. ولو عايز تعرف بقى عندك الياف من الياف التايب 2 ايه او الالياف السريعه الانفجاريه الجميله دي، فدي برضو ليها اختبارات كتير زي السبرنتات، زي السناتش او الجامب العالي، او يعني اي مجهود انفجاري.
في امريكا يا صديقي وصلوا لفكره عبقريه يعرفوا بيها الالياف من غير اي اختبارات، وهم انهم يقطعوا حته من الليفه العضليه عند اللاعب عشان يحللوها بقى ويعرفوا عنده تايب 1 ولا تايب 2 ولا تايب 2 بي. سمعت عن يوسين بولت قبل كده انت اكيد؟ ده عداء 100 متر مصنف انه هو اسرع انسان في العالم، بل في تاريخ البشريه محدش قدر يوصل للسرعه دي من البشر حتى وقتنا الحالي. الراجل ده صديقي عنده الياف تايب 2 بي كتير جدا، بتنقبض بسرعه كبيره، بتولد قوه انفجاريه كبيره، ودي دراسات اتعملت مش تخمين مني يعني ان الراجل ده عنده الياف بتطير. عملوا دراسات على طريقه جري يوسين بولت وبيولد القوه الكبيره دي ازاي. لقوا انه بيضرب الارض بقوه كبيره مهوله، والانفجار العضلي اللحظي اللي بيحصل مع يوسين بولت ده مستحيل يطلع من اي الياف تانية، لان مش من خصائصها خالص المجهود الانفجاري ده. كده احنا اتكلمنا عن نوعين بس، النوع تايب 1 والنوع تايب 2 بي. في بقى في النص كده حاجه اسمها تايب 2 اي او الانترميديت تويتش او الالياف المتوسطه، او في بعض المراجع العربيه برضو لقوا ان لونها وردي، يعني بيقولوا عليها الالياف الورديه. هي بيضه برضو بس مديه على ورديه شويه. طبعا يا صديقي بما اننا اتكلمنا عن تايب 1 وتايب 2 بي، فتايب 2 ايه الوسط اللي ما بينهم، واخده خصائص من هنا يا باشا واخده خصائص من هنا، فالموضوع سهل يعني مش محتاج شرح قوي. لكن سريعا كده برضو هقول لك الخصائص يعني اللي هي واخداها من هنا ومن هنا تاني، يعني عشان افكرك برضو. الالياف اللي هي التايب 2 ايه ممكن تجريك لفترات طويله بس مش زي التايب 1 او الالياف الحمراء، وبرده ممكن تخليك تعمل مجهود سريع بس مش بنفس سرعه التايب 2 بي. نيجي بقى لاخر جزء في الفيديو، رسالتي الجميله اللي انا عايز اديها لك واللي بنصح بيها بريكومندد قوي لو انت عايز تبقى رياضي حقيقي مش بس عضلات. في حاجه اسمها مبادئ تدريب القوه. يعني طالما انت عندك الياف مختلفه، عندك 3 انواع وكل نوع بيخدم حاجات معينه، بيخدم تمارين معينه، فكل نوع قوه ليه تكرارات، ليه وقت للشد الميكانيكي بتاعه، ليه تيمبو، ليه راحات، وليه اوزان، وليه فوليوم او عدد مجاميع وحاجات كتير. فانا عايزك ما تثبتش ارجوك على نظام تدريب لفتره طويله، يعني ما تبقاش طول السنه بتريح 3 دقائق من كل مجموعه، ما تبقاش طول السنه بتريح دقيقتين وهكذا، ما تبقاش طول السنه برضو شغال 8 عدات او 12 عده وات ايفر. لازم على الاقل شهرين تعمل بروجريسيف اوفرلود، واتكلمنا عنه في تقريبا اول فيديو نازل على القناه هنا، ممكن تخش تشوفه. فلازم يا باشا تمرن كل انواع اليافك بكل انواع القوه المتاحه، كل انواع التمارين. ده بقوله بالاخص للناس اللي بتروح جيم ودايما ايه عندها عاده كده ما بتتغيرش، 8 في 12 4 في 6 اي يعني مثبتين كده خلاص، هنا مفيش. في الاخر يجي يقول انا ليه ما بتطورش يا كابتن؟ ما بتتطورش علشان انت ما بتمرنش سرعه، ما بتمرنش قوه انفجاريه، ما بتمرنش باور، ما بتمرنش هايبرتروفي او ثابت على حاجه منهم. ممكن الهايبرتروفي اكتر ناس بتثبت على موضوع الهايبرتروفي ده. فانا شايف ان الشخص لازم يبقى مدرب نفسه، ما يحتاجش المدرب عشان خاطر يحسن من جسمه وصحته اللي ربنا انعم علينا بيهم. مش محتاجين وسيط، لازم نعتني بجسمنا من غير اي وسيط. ما تنساش تعمل لي لايك وسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد عن الرياضه والدايت والرياضه والرياضه والدايت. سلام.